إمتين آخر مرة دقت الألم بحياتك؟ وأي جرح لم يشفى بعد؟ آه، في أشياء كثير مرت في حياتي سيئة وعذبتني، وفي ألام في حياتي، وفي ألام تخطيتها، وفي ألام لسه معي، ولكن في ألم يمكن معين في حياتي بيظل وياي طول الوقت، وبحاول أني أطلع منه. و... وعندي مشكلة أنه أوقات كثيرة بحس أني ماني عارفة أطلع منه، ولكن بحاول، وبحس نفسي أن أنا قاعدة كأني في مسابقة علشان أطلع من هذا الألم. عندما تنظرين إلى المرآة، هل بتشوفي نفسك إنسانة ضعيفة أم قوية؟ أوقات كثيرة أشوف في المراية وأحاول أوقف كذا إنه قدام المراية علشان أشوف نفسي صح، بس دايما لما بطلع في المراية أشوف كيف الطفل أو الجنين لما يكون كامش نفسه وخايف أو كذا، بحس إنه أنا أبغى أكون كذا. دايما بشوف نفسي كذا في المراية، دايما بشوف نفسي في حالة إنه أبغى أكون مرتاحة وأبغى أكون كذا مضمومة. مهما حاولت إن أنا مثلا أحط ميك اب أو إن أنا أحاول إنه أحس إنه أنا قوية، بس بحس داخلي في هذا الشيء، في الطفولة أو في حب الحنان أو حب الدفء دايما. هل مريت بلحظات تمنيت فيها لو كنت رجل وليس امرأة؟ لحظات أتمنى فيها أكون رجل وليس امرأة؟ صراحة لا، بس ممكن لحظات أمر فيها أحس إن أنا أكون امرأة أقوى شوية، أو يمكن أوقات أكون بحكم أن أنا دايما عايشة أنا والوالدة لوحدي، فدايما في أشياء تسويها الأنثى مش مفروض تسويها، زي مثلا تروح تصلح سيارتها بروحها، أو لما تروح في مشكلة لازم تتخطاها بروحها. هل أوقات أحس أن أنا مفروض أكون أحب أني أكون رجال عشان أقدر أسوي هذا الشيء، لأنه في شغلات عندنا في المجتمع العربي صعب الأنثى تسويها. بينك وبين نفسك، هل بتقري بالفشل؟ أنا كثير وصلت لمراحل كنت قريبة من فشل مثلا معين أو كذا، بس الحمد لله الله دايما كان يبعدني أو يعطيني الشيء اللي يخليني في آخر لحظة أنه أطلع من تجربتي هذه بنجاح مش بفشل. أكيد يمكن على مستوى حياتي الشخصية يمكن مرأت في حياتي فشل مثل أي بنت، سواء فشل في علاقة أو فشل في صداقة أو whatever، مرأ هالموضوع. ولكن تعلمت شغلة من أول فشل صار بحياتي، إنه أنا دايما أطلع من الفشل بنجاح وبقوة. بس أكثر شيء بيرعبني، ويا رب يا رب ما أمر فيه أبد يا رب. فتاة جميلة مثلك بعالم الغناء والشهرة، هل تعرضت لتحرشات ما؟ تحرشات يمكن أنا إنه حفسرها على أنها تحرشات مضايقات، يعني بمعنى أصح. أكيد يعني في فتيات كثيرة بيتعرضوا لمشاكل، وإحنا بحكم إن إحنا نضطر نسافر كثير، في مشاكل كثير تصير لنا. بس أنا تعلمت أكون قوية، ويمكن مصاحب يعني يعني الشيء سويته بحياتي إني دايما أحيط نفسي بناس أنا أثق فيهم كثير، زي مثلا مديرة أعمالي هيفا، زي أمي دايما في معظم الأوقات وياي، فهذول أثق فيهم كثير فيحموني من أي مضايقة. وغصبا عن الناس، يعني أنا دايما عندي هالمبدأ أنه حتى بالنسبة للسفر لازم يكون مثلا أمي وياي، تكون صديقتي، أنه حتى إذا حد يبغى يضايقني يحسب ألف حساب. أروى، كم مرة بتبكي بالأسبوع؟ إمتين آخر مرة نزلت دمعتك؟ كم مرة أبكي؟ ببكي، أنا دمعتي قريبة، ولما أمر بشيء يعني في عاطفة أو شيء في كذا كمان أبكي كثير. في الأسبوع ما أقدر أحدد لك كم مرة أبكي، على حسب كم مرة أسمع شيء حلو أو كم مرة أتأثر. بس لا، أنا من الإنسان، أنا بكاية، دمعتي قريبة في الظروف الحلوة أو المؤثرة. مين الشخص يلي تسبب لك بالأكبر مقدار من الإيذاء في حياتك؟ شخص تسبب لي في أكبر مقدار، في حد جرحني كثير في حياتي، بس يمكن أنا قلت إنه أنا دايما بحاول أطلع من أي، يعني الجرح بعتبره نوع من أنواع الفشل، يعني أنا بعتبره كذا، بس إنه بحس إنه حتى إذا حد أذاني بنساه. ويمكن لما انسألت الحين هالسؤال راح الاسم من بالي، يعني أنا بتذكر الحين إن في حد أذاني بس ما بتذكر الاسم،
لأنه خلص إنه غفرت، ولكن بتعلم من هالشيء إنه أنا كيف ما أنأذي مرة ثانية بنفس الطريقة.